السلام عليكم. النهاردة الصبح عملت فيديو اتكلمت فيه على جمهور نادي الاتحاد جدة لما هتفوا بعد مباراتهم مع اوكلاند سيتي 1-2 الطعمية فين. اتكلمت عن الطعمية اللي هو احنا، واتكلمت عنهم عن الكبسة، لكني جبت لهم اكلات من كل الدول المشاركة. جبت لهم من ايطاليا، وجبت لهم من البرازيل، وجبت لهم من فرنسا، جبت لهم من كل دولة فيه لاعب أو أكتر من لاعب بيلعب معاهم في الفريق. قلت لهم إن الأكلات دي ممكن تكون جميلة كأكلة في حد ذاتها لوحدها، لكن لما تدمج الأكلات دي مع بعضها مش شرط أبدا إنها تطلع طعمها كويس، ده ممكن تطلع طعمها غير مقبول بالمرة. وكنت بقصد بكده الانسجام بين اللاعبين، كل لاعب منهم له قيمته وله مكانته، بنزيما وغيره محدش يقدر ينكر، لكن كانسجام الفريق مع بعضه زي النادي الأهلي ما تلاقيش. أنا راهنت اليوم على إن الأهلي اللي هيكسب، حتى فيه صديق ليا قال لي هتصل بيك لأن هتتقطعوا النهاردة، وهتصل بيك بعد المباراة أعرفك إن أنتوا اتقطعتوا. فأنا قلت له هتتصل بيا تهنيني على نتيجة 2-1 للنادي الأهلي. ولادنا طلعوا أقرب مني وخلوها 3-1. نبارك للنادي الأهلي ونبارك لجماهيره، وهارد لك لجماهير نادي اتحاد جدة وللاعب اتحاد جدة، ونبارك للطعمية اللي احنا بنحبها وفخورين بيها. ومعلش يا كبسة، هي الكرة كده، يعني الكرة ما هياش بالفلوس، الكرة في المقام الأول بالمهارات وبالفكر التكتيكي. احنا عندنا أولادنا على أعلى مستوى من المهارات، عندنا مدرب على أعلى مستوى، عندنا اللي مش عند الفرق التانية وهو روح الفانيلا. احنا نادي القرن، احنا غول أفريقيا، احنا النادي الأهلي. مش نادي الأهلي مش واخد السمعة ديت من فراغ، الكل عارف يعني ايه النادي الأهلي. 1-2 الطعمية فين؟ اتحاد جدة احنا ضمناه لقائمة يا ابو 3 يا ابو 3. الاغنية دي طالعة من عندكم على فكرة، بتترد لكم دلوقتي. احنا دايما بتوع ابو 3، ونشوفكم في جولات تانية ان شاء الله يا ابو 3. الف مبروك لجماهير النادي الاهلي اللي دايما في ظهره ودايما مسانداه. جمهور النادي الاهلي هو اللاعب الاهم واللاعب رقم 1 في فريق النادي الأهلي، وده شيء مش محتاج نتكلم فيه. هسيب لكم الفيديو اللي عملته الصبح اللي اتكلمت فيه عن الطعمية والكبسة في صندوق الوصف تحت الفيديو ده اللي هتشوفوه دلوقتي إن شاء الله.